السلام عليكم الناس زوينين، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نبارطاجي معكم طريقه تحضير المعلكه اللوز والقرقاع. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه، كتذوب في الفم، كتجي رائعه. وغادي نبارطاجي معكم حتى السر الطياب ديالها باش ما تقصحش لكم في الطياب. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 125 غرام ديال القرقاع، 125 غرام ديال اللوز، وغادي نحتاجو القشور ديال الحامضه متوسطه الحجم، 100 غرام سكر سنيده، بيضه متوسطه الحجم، 4 غرام ديال الخميره الحلوه، وواحد ساشيه د فاني. وللتزيين غادي نحتاجو السكر كلاصي والقرقاع وشويه د المزهر. كنشدو القرقاع كنديروه في الطحانه ديالو كنطحنوه. انا كنخليه بقشور وما كنحيدلوش القشور خضر. من بعد ما طحن كيولي فحال هكذا، ماشي مطحون بزاف، ولكن كتحسوا بالحروشيه ديالو في يدكم. وغادي نطحن حتى اللوز حتى هو ما محمر ما حتى شي حاجه، كنمسحو غير من الغبره ديالو. كيف ما كتشوفوا حتى هو كيجي فحال هكا. غادي نضيفوه على القرقاع ديالنا، وغادي نضيفو عليهم السكر سنيده، وغادي نضيفو الخميره ديال الحلوه بالضبط 4 غرام، ما تفوتوش 4 غرام بالضبط، 4 غرام. وغادي نضيفو سكر فاني، القشور ديال الحامض، من الافضل غير داك الصفر الفوق بلا ما تقشروا معاه حتى البيض، قبيصه ديال الملح. غادي نخلطوا هاد النواشف مع بعضهم. البيضه ديالنا كنكونوا طربنا البيض مع الصفار، وكنضيفوها بالتدريج، حيت تقدر تكون بيضه كبيره زعما ما نستعملوهاش كلها، وتقدر تكون صغيره نضطروا اننا نزيدوا واحد شويه، وتقدر تجينا هي هذيك مع العبار. دابا انا درت النص ديالها الكثير. غادي نخلطو مع النواشف اللي عندنا. كنشوف بانها باقا ناشفه، غادي نزيد الباقي. يعني انا كفاتني البيضه نيشان جات قد العبار. صافي غادي نخلطوهم مع بعضهم كلهم حتى كيدخل داك الصفار والبياض مع اللوز والقرقاع. وخلاص اللوز والقرقاع ديجا كيطلقوا هذاك ليدام ديالهم. كيف ما كتشوفوا كيجي الخليط فحال ما هكذا، كتجي شويه مرخيه وما كتجيش عاوتاني جاريه بزاف. هانتوما انا غادي نغسل يديا وعاد نعاود نقيسها باش تشوفوا ان ما كتلصقش في اليد. شفتوا ملي كنقيسها ما كتلصقش، يعني هذا هو القوام ديالها. في ميزان كنديروا كويرات ديال 20 غرام، ما بين 19 20 21. انا درت فيهم 20 غرام. كندير واحد الكميه ديال الكويرات، ومن بعد كنلويهم، كندير شويه ديال المزهر في يدي، عاد نكورهم ونحطهم في السكر كلاصي. بالنسبه للمزهر غير باش ما تلصقليش العقده في يدي، وباش حتى الكويرات ديالنا يهزوا السكر كلاصي مزيان، يلصق فيهم مزيان. كنحطوا هذوك الكويرات اللي كورت في السكر كلاصي وكنحركوهم بهذه الطريقه هذه باش يلصق فيهم. من بعد كتكون عندي الطاوه ديجا درت فيها ورق ديال الطبخ، وفي هذا الوقت هذا راني شعلت الفران، شعلته على اعلى درجه. عندي الفران ديال المروحه شعلته على اعلى درجه ديالو. كنستف هذوك الكويرات ديالي كلهم في الطاوه، وكنشد نص قرقاعه. كنحاول انني نثبتها بهذه الطريقه غير بشويه باش ما يطيحش السكر كلاصي. حتى لا طيح شويه ماشي مشكل، هانتوما من بعد غادي تشوفي كيفاش كتجي مشققه وكيجي شاد فيها السكر كلاصي. ولكن كنحاولوا بشويه، داكشي علاش انا درت المزهر باش تشد السكر كلاصي بزاف. دابا ملي غادي نبغيو ندخلوها للفران غادي نقصوا درجه الحراره حتى توصل ل 170. كي قلت لكم انا الفران عندي ديال المروحه، كنحاول انني نحطها في الوسط ديال الفران. الا كان عندكم فران عادي فحاولوا انكم تطلعوها واحد شويه الفوق، غير باش تشقق واحد شويه من الفوق وهبطوها. ما تجاوزوش 10 ديال الدقائق، 10 دقائق ما تفوتوهاش. حتى لا قدرتوا غير 8 دقائق 9 دقائق بارك عليها. فاش غادي تحلوا الفران وغتجبدوها غتحسوا بها فحال مازال مرخيه، ولكن لا اون فوا كتبرد كتشد راسها وكتجي رائعه. كيف ما كتشوفوا هي مشققه، السكر كلاصي ما طاحش منها، غير هذاك الاول باش استفناها. كتجي مبهجه، كتجي هشيشه بزاف، كتجي غزاله ديال تحميره الوجه.
طبقوها بنفس الطريقه اللي قلت لكم، وطبقوا حتى الطريقه ديال الفران باش ما تقصحش لكم، حيت هي كل ما بقات في الفران بزاف اولا كل ما عطيتوها السخونيه بزاف كتقصح كتجي كالحجره. جربوها بهذه الطريقه هذه وردوا عليا الخبار. كنتمنى انني نكون كنت عند حسن الظن ديالكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.